عايزة أقول لك أسفة ليك على كل مرة تعرضت فيها لظلم في شغلك، على كل مرة تعرضت فيها لتنمر، على كل مرة تعرضت فيها لأشخاص أساءوا ليك في غيابك. وعايزة أقول لك أسفة جدا على كل مرة تعرضت فيها لتحرش، على كل مرة تعرضت فيها للأذى، على كل مرة تعرضت فيها لظلم. واعتذاري ده مش بس بالنيابة عن الأشخاص اللي أساءت ليكم، لكن اعتذاري ده بالنيابة عن كل شخص كان شايف وده بيحصل لكن كان قاعد ساكت، على كل شخص شاركتيه بالواقعة بتاعت التحرش اللي حصلت معاكي وما وقفش جنبك، على كل شخص شاف ومديرك بيظلمك وبيدي مكانك لحد تاني بس عشان الواسطة لكن ما وقفش ليك وما وقفش في صفك، على كل مرة تعرضت فيها لتنمر أو تعرضت فيها لتنمر واللي كانوا واقفين حوالين الشخص ما حاولوش حتى إنه يدافعوا أو يتكلموا أو يردوا أو ياخدوا حقك بكلمة. عايزة أقولك ما تزعليش، لأنه موازين العالم مقلوبة والظلم هو اللي بيسود على الكل، لكن زي ما في حقيقة بتقول إن الظلم في العالم هو اللي سايد، عايزة أطمنك وأطمنك إن إلهنا بيتقال عليه الصديق، الصديق العادل، إله كل بر وإله كل عدل. الشخص ده أبوكي والشخص ده أبوك، تقدر تجري عليه النهاردة وتقول له محدش وقف في صفي، محدش حماني، محدش خد لي حقي، وأنا اتظلمت يا بابا النهاردة، لكن أنا واثق إنك زي ما أنت إله كل حب وكل نعمة وكل رحمة، أنت إله كل عدل، تقدر النهاردة تضمن حقي فيك. صلي معايا الكلمات دي: أشكرك يا بابا لأنك أبويا الصالح البار العادل، اللي حتى لو الموازين كلها مختلة في العالم والظلم هو السيد، لكن أنت يا رب شايف، أنت ترى يا رب وأنت فوق الكل. بحط عندك يا رب حقي، بحط عندك يا رب ظلمي، بحط عندك يا رب الأذية اللي حصلت لي، وبقولك من فضلك يا رب أنت شفيني، ومستنية حقي منك أنت، مش بدراعي ومش بإني أأذي اللي حواليا ومش بإني أرد لهم الشر بشر، لكن إني أجري عليك يا إله كل عدل وحط يا رب وجعي بين إيديك وأقولك أنت تقدر تشفيني وتقدر كمان تاخد حق في اسم يسوع. آمين.